السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دلوقتي هناخد تطبيق على الجيكويري. نفتح دلوقتي موقع جوميا وهنشوف التطبيق اللي احنا هنطبقه. خد بالك كده دلوقتي لما بقلب في الموقع وبعمل سكرول فجأة بلاقي هنا الايكون ده ظهرت لي. الايكون ديت اول لما بضغط عليها بتطلعني فوق لاول الصفحة. بنلاقي الجزء ده بالذات موجود في مشاريع كتير جدا وفي مواقع كتير جدا، فمهم جدا ان انت تعرف التركية دي بنعملها ازاي بالجيكويري. تعالى كده اول اما نضغط هنا على الايكون يقوم مطلعني فوق ويخفي لي الايكون دي. لو لاحظت هتلاقي الايكون وانا فوق الايكون مخفية لان انا مش محتاجها يعني في البداية. فجأة الايكون بتبدأ تظهر معايا. لو رحت دلوقتي ضغطت عليها تقوم مودياني لاول الموقع وتختفي. تعالوا نشوف مثال تاني عليها. ده موقع اسمه فايل ابلود. طيب انا دلوقتي هعمل سكرول للموقع، الايكون مش ظاهره اهي، الايكون مكانها هنا، الايكون مش ظاهره. عملت سكرول برضو الايكون مش ظاهره. بتيجي عند جزء معين وتبدا تظهر معايا الايكون اهي. طيب ولنفترض مثلا ان انا عملت سكرول كتير، اول برضو لما اضغط على الايكون ديت يقوم موديني عن طريق الجيكويري لاول الصفحه خالص. طيب ادخل تاني على موقع تاني اسمه علي بابا. طبعا معظمنا عارفين موقع علي بابا المشهور، برضو مستخدم الجزئية دي. تعالى كده اول ما اضغط على الايكون برضو هيطلعني الاول الصفحة خالص والجزء ده يختفي معايا والايكون دي تختفي معايا. لو لاحظت انا اهو يعني بعمل سكرول ومش ظاهر، بيجي عند نقطة معينة طبعا انا اللي بحدد له النقطة دي ويبدأ يظهر معايا. اول ما اضغط يوديني لاول الموقع خالص. ان شاء الله دلوقتي هنطبق على الجزئية دي. تعالوا نقفل الحاجات دي كده ونبدأ نكتب الكود بتاعنا. انت هتلاحظ في الاول ان انا عندي ايكون، يعني لاحظنا ان انا عندي ايكون. فعشان انا اقدر استخدم الايكون دي هعمل ايه؟ عشان اقدر استخدم الايكون ديت هجيبها من الفونت اوسم. طيب نجيب الايكون من الفونت اوسم ازاي؟ تعالى كده الاول هقول له والله انا عايز الفونت اوسم، الفونت اوسم فيرجن 5 CDN. طبعا مكتبة الفونت اوسم مكتبة مشهورة جدا لاستخدام الايكون. طب عشان استخدمها عندي يبقى انا هدور اجيب لها CDN عشان اقدر استخدمها عندي. وده كده CDN اهوت، اقدر استخدم CDN ده عندي. هاخد ده كده كوبي بيست، وده كده CDN الخاص بموقع الفونت اوسم، واروح اضيفه هناك عندي في ال HTML. هاجي هنا هقول له والله يضيف لي المكتبة اللي اسمها ايه؟ فونت اوسم. طيب لحد دلوقتي جميل. طب عايز انا بقى استخدم الايكون، هدخل جوه موقع فونت اوسم، هقول له هنا فونت اوسم دوت كوم، وادخل على موقع الفونت اوسم وابدا اجيب الايكون ان انا لما اضغط عليها تبدا تظهر معايا. الايكون اسمها شيفرون تقريبا، نبحث عنها هل هتظهر لنا يا ترى؟ بالظبط هي الايكون دي، حتى اسمها شيفرون اب. شيفرون اب، اضغط عليها، اضغط على الايكون اللي اسمها شيفرون اب وابدا اسلكت الايكون دي واستخدمها عندي في الكود. ضغطت على الايكون هنا بس ابدا بقى اضغط هنا. طبعا احنا خدنا في دروس قبل كده في كورس CSS ازاي استخدم مكتبة الفونت اوسم. هاجي هنا جوه البادي هقول له ده الايكون بتاعتي، وممكن اضيف له الايكون ديت جوه div وممكن. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بس نشوف الاول
الايكون ظهرت معايا في صفحة ال HTML ولا لا، او بالفعل الايكون ظهرت معايا. انا عايز الايكون ديت تكون موجودة في الجزء ده مثلا. طيب هعمل انا ايه؟ كل اللي انا هعمله هاجي هنا للاي، ممكن اشيل الديف ده خالص مش محتاجه، واجي للاي دي اديها كلاس، او هي اصلا واخده كلاس، وابدا استايل، اعمل لها ستايل. اول حاجه هقول لها ديسبلاي، ممكن اقول له ديسبلاي بلوك او ديسبلاي انلاين بلوك. ديسبلاي انلاين بلوك لان تاج الاي ده عنصر انلاين، وانا عايز بقى ابدا اديله ويتس وابدا اديله هايت وهكذا، فهديله وليكن ويتس 100 بكسل، هديله هايت وليكن 100 بكسل، هديله color white، وهبدأ اديله background color وليكن اللون ده كده. وتعالوا نشوف، نعمل ريفريش، ادي الايكون اهي بتاعتي، بس انا طبعا الحجم ده فظيع، عايز اخليها وليكن 30 وهنا 30 بكسل. نبدأ نعمل ريفريش. تمام، كويس جدا. ابدأ هنا اقول لها تكست الاين سنتر، تكست الاين سنتر، دي الايكون بتاعتي. ممكن اقول لها مارجن توب 5 بكسل، او نقول بلاش مارجن، بادنج توب 5 بكسل. بادنج توب 5 بكسل، نقول 8 بكسل مثلا. بادنج توب 8 بكسل، اعتقد الى حد ما دلوقتي مظبوطه شويه. وابدا ادي لها بوزيشن، هقول له هنا بوزيشن فيكسد. وليه بوزيشن فيكسد؟ لان انا مهما اطلع او انزل هي بتبقى ثابته في نفس المكان. طيب وهقول هنا توب او بلاش توب، نقول هنا ليفت او رايت 100 بكسل، وبوتون 100 بكسل. وتعالوا نشوف مكانها الجديد بقى فين. ده بقى مكانها الجديد، بلاش 100 بكسل، نخلينا 50 بكسل، ونخلينا هنا برضو 50 بكسل. يعني اعتقد مكانها هنا لطيف ولذيذ. طيب تعالوا كده ندي للبادي، هقول هنا ان البادي الهايت الخاص بالبادي عشان يبقى معايا سكرول وليكن 3000 بكسل. طب ليه انا عملت الخطوه دي؟ عشان يبقى في سكرول ونقدر نتست ايه براحتنا. طيب لحد هنا جميل جدا. انا عايز ايه بقى؟ انا عايز دلوقتي الايكون دي رقم 1. ومبدئيا طبعا انت تقدر تعمل ستايل احسن من كده، احنا عشان احنا مركزين على كورس جي كويري فعملنا ستايل سريع. طبعا انت تقدر تعمل ستايل احسن من كده بكتير. طيب دلوقتي احنا نقدر نعمل سكرول زي ما احنا عايزين. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ده يبقى مخفي، ولما اجي اعمل سكرول عند 300 مثلا يبدأ يظهر معايا عن طريق الجي كويري. طيب تعالوا كده ببساطة نبدأ نعمل الجزء ده. انا هسلكت العنصر بتاعي اللي انا هشتغل عليه، العنصر اسمه ايه؟ اسمه اف اي شيفرون اب، ده اسم كلاس للايكون وهشتغل عليه. اروح جوه الجي كويري هقول له هات لي العنصر اللي اسمه اف اي شيفرون اب. اول حاجه هقول له دوت فيد اوت.
دوت فيد اوت. ليه؟ عشان باي ديفولت العنصر يبقى مش موجود عندنا. يعني لو رحنا جبنا موقع جوميا عشان نشوف عليه، هنجيب موقع جوميا ونشوف هو برضو عامله ازاي. طيب في البداية خالص الايكون مش موجود، اما باجي ابدأ اعمل سكرول، عملت سكرول شوية اهو ولسه ما ظهرتش، بتيجي تظهر بعد مدة يعني. وكذلك فايل ايه، فايل ابلود، ادي موقع فايل ابلود اهوت برضو نفس الشيء. في البداية خالص الايكون مش ظاهرة، بعد كده الايكون بتبدأ ايه تظهر معايا. طيب لحد هنا جميل. فانا قايل له هنا خلي لي الشيفرون اب فيد اوت دي باي ديفولت. بعد كده بقى هعمل ايه؟ رقم واحد، انا اولا ركز بقى في الجزئية دي، هقول له هنا دولار ساين الويندو، دولار ساين الويندو. يعني ايه دولار ساين الويندو؟ انا هنا عملت سيلكت للويندو، وبقول له لو الويندو دي حصل لها سكرول فانكشن، يحصل فانكشن معين. بالراحه كده ونشوف احنا عملنا ايه. انا هنا بقول له ايه، انا الجزء ده كله شغال على السكرول، يعني الاكشنز اللي بتحصل والجزء ده كله شغال على السكرول. طب ايه اللي هيحصل له سكرول؟ الاليمنت اللي هيحصل له سكرول ايه؟ الاليمنت ده هو الويندو كلها. بقول له لما الويندو يحصل لها سكرول ابدأ اشتغل معاه. طيب فانا هنا قلت له ايه؟ قلت له لو الويندو حصل لها سكرول ابدأ بقى ايه اشتغل معايا وابدأ نفذ. طب هو هيبدأ دلوقتي هيعمل ايه معايا؟ انا اول حاجة هعملها هتست على ايه؟ هتست انا واقف فين او الويندو بتاعتي فين السكرول بتاعها. فهاجي هنا هقول له ايه؟ هاجي هنا هقول له اف، واقول له هنا دولار ساين، واحدد له بقى هقول له الويندو دوت سكرول توب. لو الويندو نفس ده كده نفس السلكتور ده، وهقول له لو الويندو دوت سكرول، هلاقي عندي في حاجه اسمها سكرول توب، في حاجه اسمها سكرول توب. طب السكرول توب ده بيعمل لي ايه؟ بيشوف لي السكرول توب قد ايه، بيشوف السكرول توب بتاعي وصل لحد فين. هقول له ده لو اكبر من 300، لو السكرول توب اكبر من 300. طيب ايه اللي هيحصل لو اكبر من 300؟ والله خلاص خلي لي الجزء ده يحصل له فيد ان، خلي لي الايكون يبدأ يحصل لها ايه؟ يحصل لها فيد ان. طب ايلس، خلاص ايلس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها فيد اوت، ترجع فيد اوت تاني. يبقى ايلس اللي هيحصل انها ترجع فيد اوت تاني. وطبعا نيجي هنا نديها وقت، وليكن نقول 1000 ملي سكند، وهقول برضو هنا ايه 1000 ملي سكند. ابدأ دلوقتي اعمل ريفريش، وبالفعل الايكون مختفية. هاجي اعمل سكرول، ظهرت معايا لما السكرول بتاعي بقى كام؟ بقى 300، وهكذا سكرول 300 ظهرت. طب عايزين نتأكد من الجزئية دي، ممكن اجي هنا برضو اما اقول له اعمل لي فيد ان، واقول لي هنا كونسول دوت لوج، هقول له انا واقف فين بالظبط، هقول له الويندو دوت سكرول توب، يعني اطبع لي الويندو دوت السكرول توب. نعمل ريفرش كده، او نيجي ناخد دي مثلا نخليها فوق هنا، نفتح شاشة الكونسول. هبدأ دلوقتي اعمل ريفرش، هو بيقول لي السكرول توب كام. هلاحظ دلوقتي عمال يزيد معايا، اول لما اجي اوصل ل 300 الايقونه اهي بدأت تظهر معايا اهي. طب ارجع بقى تاني، اول لما قليت عن 300 انا واقف عند 300 اهو لسه ما ظهرتش، اول لما ازود ظهرت معايا، ابدا اقلل تختفي، وهكذا. يبقى انا كده دلوقتي ربطت الايكون
بالسكرول. يبقى انا كده قدرت اربط الايكون بالسكرول. طيب الايكون بتاعتي كده دلوقتي مربوطه بالسكرول. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ الجزء اللي باقي لي ايه؟ بسيط جدا، ان انا لما اعمل كليك على الايكون اطلع لفوق خالص او لاول الصفحه خالص. طيب تعالوا كده نفترض ان انا مثلا هاجي هنا، انا عايز لما اعمل كليك على ايه؟ عايز دلوقتي لما اعمل كليك على الايكون ديت يبقى انا هطلع بره الاف والالس، وهقول ايه بقى هنا؟ هقول لما يجي يحصل، او اطلع بره السكرول برضه، هقول لما تيجي تكليك بقى على عنصر، هقول له لما يجي يحصل كليك على الايكون دي نفذ لي فانكشن معين. طب الفانكشن دي بقى ايه اللي هيحصل فيها؟ والله الفانكشن ديت انا عايز يحصل فيها ايه؟ انا عايز يحصل انيميت. يعني ايه انيميت؟ هاجي هنا اقول له دولار ساين البادي البادي، نكتب البادي واقول له هنا دوت، ايه اللي هيحصل له؟ دوت انيميت. لما يحصل للبادي ده انيميت، طبعا خدنا الانيميشن، لما يحصل له انيميت ايه اللي هيحصل بقى معايا؟ ها، هاجي اقول له بقى الاقواس ديت خلي لي السكرول توب بزيرو، خلي لي السكرول توب يكون بكام؟ يكون بزيرو. تعالى كده نشوف، نعمل ريفريش، الايكون مختفية، الايكون ظهرت اول لما اضغط على الايكون. طيب تعالوا نشوف ايه المشكلة. طيب المشكلة دلوقتي ايه؟ انا عملت سيلكت، قلت له البادي، وطيب ممكن نيجي نقول له البادي وال HTML. اجي هنا اقول له البادي سواء بادي او HTML ابدأ نفذ لي الانيميشن ده. لا يبقى انا كده لما اجي اعمل كليك على الايكون يبدأ ينفذ لي الانيميشن. طيب نعمل ريفريش، اجي اضغط هنا وبالفعل وداني لفوق خالص والايكون اختفت اهو. لاحظ السكرول هيطلع بيها لفوق، اضغط هنا كليك وداني الاول الصفحة خالص. طبعا ده نفس تأثير اللي موجود في جوميا. باجي انزل اهوت الايكون ظهرت معايا، طلعت فوق الايكون اختفت. طب نزلت اهوت، اول لما اروح اضغط على الايكون، ضغطت كليك واحدة على الايكون وداني لفوق خالص، حتى تلاقينا طلعنا بالسكرول الايه لفوق. طبعا احنا بيكون عندنا بقى موقع كامل، يعني المفروض مثلا بيكون عندي هنا ناف بار او هيدر، والهيدر ده بقى بيكون جواه يو ال، واليو ال دي بيكون جواها مجموعة من ال اي، والال اي ممكن هنا ايه اسم الموقع، ويب سايت نيم، ونقول هنا مثلا نيوز، الاباوت، الكونتاكت اس، ونيجي في الستايل ممكن نقول له اليو ال ال اي ديسبلاي انلاين بلوك. هلاقي العناصر جيت جنب بعضها. ممكن نيجي نقول هنا margin رايت 60 بكسل،
ونقول اليو ال، يعني حاجة سريعة كده بس بنعملها بالسي اس اس. هنقول هنا ان اليو ال باك جراوند كولر، وليكن اللون ده، والكولر اللون الابيض، ونقول بادنج 10 بكسل. حاجة سريعة كده زي نافبار سريع. أو لو جينا بقى لاحظنا، هنعتبر إن ده النافبار اللي هو زي اللي موجود قدامي فوق هنا، أو اللي موجود هنا، يعني حاجة كده إيه كروكي كده يعني. طيب أول دلوقتي هبدأ أعمل سكرول، ببدأ أعمل سكرول خلال الموقع أهو، الأيكون مختفية، وصلنا ل 300 الأيكون ظهرت معايا. طيب هطلع بقى فوق الأيكون اختفت. طب نزلنا تحت الأيكون ظهر، أضغط على الأيكون واداني سكرول توب فوق. طبعا انا بتحكم في السرعة من خلال ايه؟ بتحكم في السرعة من خلال، ممكن اجي هنا مثلا اقول له والله الانيميشن ده نفذهولي في وقت معين. يعني اجي هنا اقول له ايه؟ نفذهولي في 1000 ملي سكند. انزل كده تحت تاني، اول ما اضغط على هنا طلعني بس ايه ابطأ شوية، طلعني لفوق بس ابطأ ايه ابطأ شوية. تاني نراجع الكود على السريع. انا هنا قلت له ايه؟ نشيل بقى الكونسول ديت مش عايزينها. انا اول حاجه قمت قايل له ايه؟ قلت له الويندو لما يحصل لها سكرول توب، الويندو لما يحصل لها سكرول توب. طيب احنا ثواني، لا يبقى احنا كده في الاول قبل ما بنقول الجزئيه ديت قلنا ان الويندو دوت سكرول، الايفنت اللي اسمه سكرول يعني لما انا ابدا احرك سكرول بالشكل ده كده. لما اجي ده كده الايفنت اللي اسمه سكرول، لما انا باجي ابدا احرك السكرول، فبقول له هنا الويندو دو سكرول نفذ لي الفانكشن. طيب ايه اللي جوه الفانكشن ده؟ اللي جوه الفانكشن هيعمل تشيك على الويندو دو سكرول توب، هيعمل تشيك على الويندو دو سكرول توب عشان يعرف السكرول بتاعي حاليا واقف فيه. لو انا اكبر من ال 300 فالايكون يحصل لها فيد ان، هي اصلا كده كده اوريدي كانت واخده فيد اوت وكانت مخفيه. لكن دلوقتي لو لقى السكرول اكتر من 300، طبعا 300 ده مش شرط، انت ممكن تخليه 250، ممكن تخليه 400 زي ما انت عايز. فهنا هيحصل له ايه؟ هيحصل له فيد ان والايكون تبدا تظهر. طب إلس بقى ليه انا حاطط الإلس؟ عشان لو الايكون ظهرت وانا السكرول اللي رجع قل تاني يختفي، يبدا يختفي تاني ايه معايا، وبرضه ياخد 1000 ملي سكند، يعني تقريبا ثانيه يختفي ايه فيها. طب بعد كده بقول له بقى الايكون لما اجي اعمل كليك على الايكون نفذ لي الفانكشن دي. طب الفانكشن فيها ايه؟ قلت له والله البادي والاتش تي ام ال اعمل لها انيميت. طب الانيميشن كنا اخدناه، طب انا عايز ايه من الانيميشن؟ هقول له السكرول توب خليه لي بزيرو، بدل ما كان السكرول توب ايا كان الرقم، لا انا دلوقتي عايز السكرول توب يبقى بزيرو. وبكده لما اجي اضغط على الايكون هيخلي لي السكرول توب بزيرو. وده كان تطبيق على الجي كويري.